كان هناك طير صغير يدعى سمو يريد الطيران. كان ينتظر أن ينمو أجنحته ليتعلم الطيران. في البداية كان سمو يائساً. كان يرى الطيور الأخرى تطير بسهولة بينما كان هو لا يستطيع. لكنه قرر أن يصبر ويتعلم. ذهب سمو إلى والده وقال: أبي، لماذا لا أستطيع الطيران؟ أجاب والده: ابني، يجب أن تنتظر نمو أجنحتك. الصبر هو المفتاح. سمو انتظر بصبر. كان يمارس تمارين الطيران كل يوم. بعد فترة نمت أجنحته وتمكن من الطيران. سمو تعلم أن الصبر يؤدي إلى النجاح. صار يطير بسهولة ويسعد بذلك. الدرس المستفاد: الصبر يؤدي إلى النجاح. يمكنك الحصول على كل شيء في الحال. يجب أن ننتظر ونمارس الجهود لتحقيق أهدافنا. وهكذا كانت رحلة سمو ملهمة للجميع. الآن أصبح سمو رمزاً للأمل والصبر في عالم الطيور، وأصبح يخبر الجميع عن أهمية الصبر والإيمان بالنفس. لقد أدركوا أن لكل طائر رحلته الخاصة نحو النجاح. وهكذا استمر سمو في التحليق بحرية، ملهماً الآخرين بقدرته على التغلب على التحديات.